عمرك سألت نفسك ليه الكمبيوتر بيسخن؟ طب إيه اللي بيمنعه إنه يتحرق أو يبوظ؟ السر في نظام التبريد، هو اللي بيحافظ على حرارة المعالج أو البروسيسور وكارت الشاشة أو الجرافيكس كارد وباقي المكونات علشان تفضل شغالة بكفاءة من غير تهنيج ولا تلف. وفي نوعين أساسيين من التبريد. النوع الأول هو التبريد الهوائي أو Air Cooling، وده بيعتمد على المراوح أو الفانز والمشتت الحراري أو الهيت سينك والمعجون الحراري أو الثيرمال بيست اللي بينقل الحرارة بعيد عن المكونات. وأما النوع التاني فهو التبريد المائي أو Liquid Cooling، وده بيستخدم أنابيب فيها سائل بيمتص الحرارة وينقلها بعيد عن القطع، وبيكون أقوى بكتير بس أغلى كمان. وفي كمان أنظمة احترافية زي التبريد المخصص أو حتى التبريد بالنيتروجين السائل أو Liquid Nitrogen Cooling، ودي بتستخدم في الأجهزة المتطورة جدا أو لتجارب كسر السرعة أو overclocking فقط. من غير تبريد سليم جهازك ممكن ينهار في أي لحظة، فخليك دايما متأكد إن المراوح شغالة والمعجون الحراري متجدد. كان معكم مصطفى من قناة تعلم بترفيه، القناة اللي هتوصلك من شخص ما يعرفش حاجة عن التكنولوجيا لشخص فاهم ومحترف فيها بإذن الله. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتابعنا على كل منصاتنا علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ادعم المحتوى ده عشان نقدر نستمر ونقدم لك علم بطريقة ممتعة وسهلة. تعلم بترفيه، العلم بطريقة ممتعة.